تعالي بقى اقولك، من علبة لبن فاضية زي دي، علبة لبن اللي هي بتاعت الاطفال ديت اللي احنا بنجيبها. انا كنت جايباها عشان يتوه من اللي كان معايا وكده. فتعالوا بصوا، مليتها تربة اهيت. دي تراب من الارض على شوية رملة على شوية بقى ايه، كان عندي كتاكيت وفراخ بيضة وفراخ بلدي كده. فبتاخدي بقى ايه النشارة او الحاجة اللي بتبقى حطاها تحتيها على السبلة اللي بيبقوا عاملينها، وتقلبيها في قلب بعضيها وبيبقى بالشكل دوت. باينه اهي. عملت 7 علب من ديت. تعالى اقول لكم بقى هنزرع فيها ايه. يلا بينا، استنوني بقى بارت 2 وانا بزرع فيها. بارت 2 ونبتدي الزراعه. تعالوا هنوريكم هنزرع ايه. واول حاجه هنزرعها هي اللب عباد الشمس او دوار الشمس. يلا بينا نشوف هنزرعها ازاي. تعالوا زي ما وريتكم هنا في الفيديو اللي فات، انا مليت علب اللبن كلها علب لبن اهيت. يعني اللي ما عندهاش مثلا ارض او حاجه تزرع فيها ممكن تزرعيه اصلا في البلكونه، بس اهم حاجه يكون مكان شمس مش جامد، يعني مش اقل من 3-4 ساعات في اليوم تكون الشمس متعمده عليه. عباد الشمس بحب الشمس جدا. بصوا بقى هنملاهم كده اهو زي ما انتم شايفين. فيديوهات كامله هتلاقوها على اليوتيوب، وهسيب لكم اللينك برضو بتاعها، وهسيبه لكم في البايو تدخلوا تشوفوا حاجات كتير، زراعة وطبخ وتنظيف، كل حاجة على قناة اليوتيوب. ببقى الفيديوهات هناك اطول واحسن مننا شوية، يعني بعرف اخد راحتي اصلا في الوقت. هنا بنبقى بصوا على الاخر. انا هزرع معاكم واحدة واوريها لكم. بصوا عباد الشمس اهو، بنخلي البوز دوت هو اللي تحت كده كده زي ما انتم شايفين. مش هنحط اكتر من واحدة. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين، اشهد ان لا اله الا الله. حط فيه كل واحدة في النص كده مش اكتر. اخلص كلهم قبل العصر ما يخلص. بصوا يا جماعه، انا كده زرعت في كل واحده حبايه واحده، ما تزرعوش اكتر من كده. لو حاجه كبيره عن كده ممكن تزرعوا فيها 2 عادي. المهم انا زرعت في كل واحده من دي واحده. مواعيد عباد الشمس زرعته من شهر 2 لشهر 7. ممكن تزرع في الوقت دوت تمام. وهنروهم بقى بالميه زي ما انتم شايفين كده. نبرها عشان ما يطلعش مننا. وكل حاجة ان شاء الله هنزرعها هنقول لكم على ميعاد الزرع بتاعها، عشان لو شايفين الفيديوهات متأخرة او حاجة تبقوا عارفين الميعاد اللي انتوا شايفين فيه الفيديو مناسب او لا، عشان ما تزرعوش وتلاقي الحاجة ما طلعتش معاكم. فكل حاجة ولها مواعيدها. وكده زي ما انتوا شايفين اهو، هنحطهم بقى في مكان شمس خالص لانه بيحب الشمس جدا. انا هحطه في مكان شمس. وهنسيبهم كده وهنوريهولكم اول ما يطلع باذن الله. خليكم متابعين معايا على قناه اليوتيوب اكتر، عشان الفيديوهات هناك بتبقى مساحه الفيديو اطول. استنوا بقى حاجات كتير هنزرعها في نفس العلب.